لو فاكر انك لما تكون كويس مع الناس طول الوقت هتاخد منهم اللي انت عاوزه تبقى غلطان. اخيرا وبعد الحاح شديد مني ومحاولات كتير جدا وافقت تنزل معايا ديت. رحت الكافيه اللي اتفقنا عليه وكنت متوتر وخايف ومبسوط في نفس الوقت. لما دخلت من باب الكافيه كانت زي القمر، جمالها كان ملفت بشكل مش طبيعي، ما كنتش ببالغ لو قلت انها اجمل واحده شافتها عيني. لما سلمت عليا وقعدت لاحظت حاجه غريبه في وشها، كان زي اثر كدمه حوالين عينها الشمال، كانت واضحه حتى من تحت الميك اب. فقلت لها سلامتك، عينك مالها؟ ومن هنا بدأ أسود ديت نزلته في حياتي. بدأت تحكي لي عن شخص ثاني في حياتها وتقول لي أنا على علاقة بشخص بقالي سنتين وعارفة إنه مش أحسن حد وإنه مش كويس ليا حتى. بص، وشاورت لي على الكدمة اللي عند عينيها وقالت لي دي منه، هو متعود دايما لما يتعصب عليا يضربني. متخيل أكون قاعد مع البنت اللي قلبي بيتمناها واللي فضلت شهور بحاول أوصل لها وليها بتحكي لي عن علاقتها بحد تاني وقد إيه هي متعلقة بيه وبيأذيها. اول امبارح حصلت بينا مشكله كبيره، فقلت له خلاص انا فاض بيا ومش هكمل. فقال لي طيب حقك عليا وطيب بخاطري بكلمتين وخلاص. انا ساعتها افتكرت ان كل حاجه هتبقى كويسه وهتبقى احسن، لكنه تاني يوم اتخانق معايا واتعصب عليا وضربني زي ما انت شايف. انا كنت مخنوق وانا بسمع، انا كنت مصدوم ومش مصدق. هي دي البنت فعلا اللي انا اعجبت بيها؟ هي دي البنت اللي بقالي شهور بحاول اوصل لها؟ دي مش على علاقه بشخص، دي مدمنه وجوده. كملت وقالت تعرف انا اخترت الكافيه ده عشان محسن بيحبه، محسن ده اللي هو يعني حبيبها، وممكن يجي هنا مع واحده تانية. حبيت اشوف هي احلى ولا انا كنت وقتها صغير 18 سنه، بس كنت واعي كفايه عشان افهم اني ماليش مكان في حياتها. هي حرفيا كانت عبده ليه، ودي كانت اخر مره اشوفها فيها. تفتكر ازاي محسن عمل فيها كده؟ ازاي قدر يتحكم فيها بالشكل ده ويخليها اسيره عنده بمحض ارادتها؟ كنت مستغرب ومش فاهم لحد ما قرات عن تجربه خلتني افهم كل ده. حمامه محبوسه في قفص، القفص ده فيه زرار، لما الحمامة بتدوس على القفص بمنقارها بينزل لها منه أكل هي بتحبه. العلماء راقبوا الحمامة في 3 حالات. أول حالة إن الأكل بطل ينزل تماما من الفتحة بعد 2-3 وهنا الحمامة زهقت وبطلت تدوس على الزرار. الحالة التانية إن الأكل فضل ينزل كل ما الحمامة تدوس، وفي الحالة دي الحمامة ما بطلتش تدوس أبدا. صح كانت بتدوس بدون شغف أو هوس، لكنها كانت مبسوطة. أما الحالة الثالثة واللي صدمت العلماء لما قرروا إن الزرار ينزل أكل أوقات وأوقات تانية لأ، وده مش بميعاد ثابت أو معدل منتظم، ده كان عشوائي. وقتها الحمامة اتجننت وفضلت تدوس على الزرار بشكل هستيري وكأنها مدمنة مش قادرة تبطل. وده بالظبط اللي محسن كان بيعمله. ساعات كان بيعملها بلطف وحنية وكأنها أميرة، وساعات كان يهينها ويضربها ويعملها أسوأ معاملة، وده في علم النفس اسمه التعزيز المتقطع. فالبنت طول الوقت ما كانتش فاهمة هي هتاخد حب ولا وجع، وده اللي خلاها تتعلق بيه أكتر ومش قادرة تسيبه، لأن في النهاية في أمل إنه يديها جرأة الحب اللي بتريحها حتى لو هي مش عارفة هتيجي إمتى. لما تتعامل مع حد كويس طول الوقت ومن غير فواصل بيتعود عليك، بيعتبرك حاجة مضمونة ومش مهمة. أما لو حبست الحب والعطاء وساعات تديه وساعات تمنعه هتخلي الشخص اللي معاك مش مجرد يتعلق بيك بل إنه يدمنك. محسن كان بيقرب شوية منها وفجأة بدون أي مقدمات يبعد. كان يجي فترة يعملها حلو وفجأة يهملها، شوية يحسسها إنه ملكها وشوية يختفي من قدامها، لحد ما خلاها هي اللي تجري وراه. ودي مش حاجة محسن اللي اخترعها، لا، هو جربها من كتر ما احتك بناس ودخل في علاقات. تعال بقى أقول لك إزاي تقدر تطبق طريقة التعزيز المتقطع دي. الكلام بسيط لكن التنفيذ مش سهل. أول حاجة ادي الشخص اللي عايز يتحكم فيه حاجة بيحبها قوي، ممكن تكون حب أو اهتمام أو حتى فلوس. بعدها اسحب الحاجة دي بشكل مفاجئ، وقتها هو هيحاول بكل قوته يرجعها تاني، وساعتها تبدأ أنت تمسك ذراع التحكم. طول ما هو بياخد منك حب واهتمام هيكون مرتاح وشايفك مضمون، لكن لما تبدأ تفرمل هيبدأ يحس إنه هيخسرك ويرجع يجري وراك بكل طاقته. وعلى فكرة الطريقة دي ممكن يكون مديرك بيستخدمها معاك، مش بس في العلاقات. تكون موظف ممتاز ومتميز وفجأة تلاقيه شد عليك. هو ما بيعملش كده عشان كرهك، لكنه عاوزك تشتغل أكتر عشان ترجع توصل لاهتمامه وتقديره اللي هو منعه. أنا ما بقولكش الكلام ده عشان تكون متلاعب أو مستغل، بالعكس أنا بحاول أكشفهم ليك أنت عشان تفهم اللعبة وما تقعش فيها. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك، تشترك في القناة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.